أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار الملاعب. معاكم حسين صلاح. وأقوى وأهم أخبار الكرة العالمية والإفريقية والعربية. النهاردة الاثنين 11 مايو 2026. لنبدأ من إسبانيا، حيث نجح برشلونة في حسم لقب الدوري الإسباني رقم 29 في تاريخه بعد الفوز الكبير في الكلاسيكو على ريال مدريد، وسط احتفالات ضخمة داخل برشلونة. كما وافق المدرب الألماني هانزي فليك على تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2028، فيما وجه الأسطورة ليونيل ميسي رسالة تهنئة خاصة للنادي والجماهير بعد التتويج باللقب. وفي إنجلترا، الصراع ما زال مشتعل على لقب الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بعد فوز صعب لأرسنال على وستنهام. وشهدت المباراة توترا كبيرا في المدرجات عقب صافرة النهاية. أما عن محمد صلاح، فالتقارير الإنجليزية كشفت أن نادي ليفربول يستعد لتنظيم وداع تاريخي للنجم المصري داخل ملعب أنفيلد يوم 24 مايو أمام برينفورد، وسط أنباء قوية عن اقتراب رحيله نهاية الموسم. شبكة سكاي سبورت أكدت أن أندية الدوري السعودي ما زالت تضغط بقوة للتعاقد مع صلاح، خاصة نادي النصر السعودي بعقد ضخم قد يجعله من أعلى اللاعبين أجرا في العالم. كما دخل نادي فنربخش التركي المنافسة بعرض قوي للغاية لمحمد صلاح بعد مباراة كريستال بالاس، ومن المتوقع غيابه لفترة تصل إلى 4 أسابيع. لكن الجهاز الطبي لمنتخب مصر يعمل على تجهيزه قبل كأس العالم 2026. وعلى مستوى كأس العالم، بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استقبال القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026، حيث أعلن منتخب الأرجنتين قائمته بقيادة ليونيل ميسي في مفاجأة كبيرة شهدت استبعاد باولو ديبالا. منتخب مصر يستعد لمعسكره النهائي بقيادة حسام حسن يوم 25 مايو، وسط ترقب كبير للقائمة النهائية، خاصة مع عودة بعض المحترفين من أوروبا لأول مرة منذ 40 عاما بعد فوز تاريخي في الملحق العالمي. وفي إيطاليا، لوتارو مارتينيز حسم موقفه بالاستمرار مع إنتر ميلان، بينما يدرس ميلان مستقبل نجمه البرتغالي رافائيل لياو خلال فترة الانتقالات الصيفية. أما ريال مدريد، فالتقارير الإسبانية تتحدث عن ثورة قوية داخل النادي بعد خسارة الكلاسيكو، مع مفاجأة تخص مستقبل الجهاز الفني وظهور اسم جوزيه مورينيو مرة أخرى للعودة لتدريب الفريق. في إفريقيا وعربيا، الجماهير تترقب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري بعد فوز الفريق الجزائري في مباراة الذهاب، مع موافقة أمنية على حضور أكثر من 46,000 مشجع في القاهرة. الزمالك يواجه أزمة جديدة بعد ظهور مستندات تتعلق بإيقاف القيد مجددا بسبب قضية مستحقات نادي أيك السويدي. الأهلي المصري يواصل صناعة التاريخ بعد تقارير دولية وصفته بأنه واحد من أكثر الأندية نجاحاً في العالم من حيث عدد البطولات والإنجازات. محلياً، نجح نادي بيراميدز في التتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على نادي زد بهدف رائع للنجم فيستون ميلي. كما يشتعل الصراع في الدوري المصري، حيث تواجه 11 فريقاً خطر الهبوط قبل الجولات الحاسمة من الموسم. وفي تونس، شهد ديربي الترجي والنادي الإفريقي أحداثاً مثيرة واشتباكات قوية أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي التونسي. وفي دوري أبطال إفريقيا، تحدد النهائي رسمياً، حيث يواجه صن داونز الجنوب إفريقي
فريق الجيش الملكي المغربي في نهائي منتظر وقوي للغاية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لأيك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول. كان معاكم حسين صلاح.